اتخاذ القرار بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب جدا لدرجة محدش يقدر، يعني سامحوني، أغلبية الناس ما تقدرش تستحملها. فيا بالك بقى لما يبقى اتخاذ القرار ده على حياة بني آدم. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده فيديو في الكويت، في أحد المولات، شخص مسن أغمى عليه. كل اللي في المول اجتمعوا وحكموا إن الراجل ده كده مات، وخلاص بقى إيه يعني، الراجل مات. ف كله بقى اللي يعدي يقول لك خلاص الراجل ده مات، بلغوا بقى وهاتوا بقى الشرطة ومش عارف ايه. لكن رحمة ربنا كبيرة، والقدر كان ليه رأي تاني. بالصدفة ممرضة مصرية داخلة المكان، شافت الموقف قدام منها، عملت له حاجة اسمها الإسعافات الأولية أو التنشيط الرئوي، تنشيط القلب. أنا ما بفهمهاش في الطب. لو واحدة تانية غيرها كانت وقفت اتفرجت وشافت الموقف قدامها وعدى عليها عادي مرور يعني بالعادي كده. انما ديت عشان خاطر الشهامه والجدعنه ما بتطلعش غير من واد الاصول، وبالاخص يعني معلش، انا مش عشان مصري بس ما بتطلعش غير من المصريين. عملت له بقى ايه اللي ما اعرفش هي اسمها ايه الحاجات دي كده، الاسعافات الاوليه وضربات القلب والكلام ده كله. وسبحان الله، يعني الراجل ردت فيه، يعني مش ردت فيه الروح زي ما بيقولوا، لان هو كان ربنا سبحانه وتعالى خلاص اجله ما انتهاش، فالروح زي ما هي في مكانها. انما انت ما تجيش تحكم على حد وانت ما تعرفش اذا كان الشخص اللي قدام منك ده وضعه ايه. لو كانت الست ديت في الوقت ده ما كانتش موجودة، كان زمان الراجل ده فعلا يعني مات. يعني خلاص نقوله بقى ده قضاء وقدر. بس يعني ربنا سبحانه وتعالى ليه ان هو يعني تكون الست دي في الوقت ده موجودة وتشوف الموقف ده قدام منها وتنقذ الراجل والراجل يعيش. يا بالكوا بقى يعني ديت عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا. والراجل ده لما يفوق كده ويبقى يقوم بالسلامة، والناس تقول له ان اللي انقذتك واحده كانت موجوده في المكان بصدفه ممرضه مصريه، هتبقى عنده حاجه كبيره ما هيش صغيره. فيا ريت، يا ريت يعني يا جماعه ما فيش حد يتسرع في اتخاذ القرار. ما جيش كده مره واحده ولا خلاص والكلمتين، لا، خلينا عندنا صبر شويه. ما نحكمش على حاجه من اول ما نشوفها قدام مننا. لازم نفكر مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرين، فكر 100 مره قبل ما تتخذ قرار ان انت ممكن يعني تضيع بيه حياة بني ادم. فيا بالك بقى ان انت بتتخذ قرار صغير على حاجة تانية. لا، اتخذ قرارك، ادرس القرار مرة واثنين وثلاثة. خلي عندك تأني، خلي عندك صبر، خلي عندك صبر ان انت تقدر تحكم على القرار ده بنفسك. بشكر الست المصرية الجدعة الأصيلة اللي مشرفة كل مصر في كل مكان. بشكر كل حد جدع قدر يثبت موقفه في كل مكان في العالم. ولولا ان المواقف هي اللي بتبين معادن الرجال، فده موقف بين معادن ست مصرية أصيلة. ماشي، على المواقف اللي الناس كلها بتاخد عننا فكرة تقول لك ده المصريين، لا، ده احنا المصريين كل مكان فيه الحلو وفي كل وفي الوحش. فما بالك بقى ان دي ست مصرية جدعة قدرت تثبت مكانتها في الطب وهي ممرضة مش دكتورة. مع اني مش اتوقع ان ممكن لو كانت دكتورة من الكويت نفسها او من اي مكان تاني كانت ممكن قاعدة تتفرج وقالت لك كده خلاص. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه في التعليقات. وان شاء الله انتظروا فيديو جديد واشوف وشكم بخير.